بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. النهاردة أول يوم رمضان، وطبعا أول يوم رمضان ما ينفعش من غير المحشي. فاحنا هنعمل النهاردة إن شاء الله محشي كرنب ومحشي ورق خاص، وهنشوف هنعمل ايه. هنا طلعت الكرنبتين اللي أنا جايباهم، شفتوهم معايا في فيديو المشتريات. وهنا طلعت البرتقال اللي احنا مخزنينه مع بعض عشان يلحق يفك ونسمي بالله ونصلي على النبي ونبدا. فهي القوطه تعالى يا رنا كده عبال ما الميه الميه السليق تسخن. هضرب القوطه في الخلاط. هنا بقى يا جماعه ابتديت اعمل الاكل. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بعمل القوطه بقى في الخلاط. صلوا على النبي يا جماعة، وحدوا الله وقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ضربت القوطة في الخلاط علشان أسبكها. انتوا عارفين إن أنا أصلا بحب أسبك، يعني أنا عملت المحشي معاكم مرة قبل كده. أنا بسبك المحشي ني في ني، ما بحبش أقلل بصلاية أو أي حاجة عشان البصلاية تبقى حامية. أنا متعودة على كده من أيام الله يرحمها. بخرط البصل على القوطة، على التوابل، على الملح، على الزيت، على كل حاجة أحطها وأسيبها مع نفسها عبال ما اسلق، عبال ما اعمل كام حاجه كده حواليا. بص الاقيها اتسبكت، اقلب الرز واحشي على طول. حطيت الزيت. صلوا على النبي يا جماعه، وحدوا الله وقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. كل سنه وانتم طيبين. اول فطار في رمضان، يعود علينا وعليكم الايام بخير. هنا بقى كنت بقور الكرنب. والله الكرنبتين دول كبار بصراحه، الواحد مش عارفه ليه بيكتر. والله فض اكل كتير، فض اكل كتير عندي. ورق ورز برضو، مش يعني اللهم صل على النبي، بركة رمضان صحيح. انا كنت بعمل جزرية بقى عشان اسلقها للبرتقان اللي انا لسه موريهولكوا. قلت جزرية واحدة وبعدين هي طلعت شوية بس ايه كان حلو بصراحة يعني. كان مفروض اجيب كمان واحدة عليهم، بس انا بقى قلت للبنت كفاية واحدة بصراحة. حطيتها في مية وقلت اسلقها. وهنا التسبيكة كنت خلصتها، وابتديت بقى ايه في سلق الكرنب. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. ايوه الورق بقى بطلعه على طول على مية ساقعة عشان ايه اوقف التسوية، وفي نفس الوقت ايه اغسله تاني، يعني اشطفه عشان لو في اي حاجة تطلع مع ايه شطيف عفرة اي حاجة. مع انه بيبقى في مية بس برضو لازم اشطفه. منه بوقف التسوية عشان الورق ما يتهريش، ويبقى شاطفة كده نظافة يعني. بقطعه على طول وانا واقفة اول باول على طول كده. كل ما اطلع ورقتين ولا حاجة بروح مطلعاهم مقطعاهم على طول. بسم الله ما شاء الله، محشي كان زي العسل. صلوا على النبي يا جماعة. واللي وصل معانا لحد هنا يحط لنا اللايك ويشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يبقى خلصت الكرنب وقلت بقى ايه اسلق ورق الخاص. انا كنت بشوف الجزر استوى ولا لا، لقيته لسه التسبيكه. بصوا بسم الله ما شاء الله عامله ازاي، يعني عشان ما تقولش ده ما تبقاش حمرا ولا حاجه، لا دي تبقى حمرا وجميله. نركع على القوطه، طالما القوطه تبقى حمرا وحلوه خلاص. انا القوطه لما بلاقيها جامده بصراحه ربنا بديها سلقه الاول، ده غلوتين على الولعه كده وبعدين اضربها في الخلاط. لكن دي انا لقيتها حمرا فقلت لا هي حلوه كده ونعملها على طول. هنا بقى بمسك الورق بتاع الخس ورقه ورقه تحت الحنفيه، لان بيبقى فيه رمل يا جماعه. عملته قبل كده وغسلته يعني وطلعته على طول بصراحه ربنا. يعني كان اترمى، مش معنى كلمه اترمى يعني. فالرمل وكده بيبقى ايه في ورق الخس بيبقى زي ما يكون لازق فيه، فلازم اشطفه كده واحده واحده واروح شطفاه تحت الحنفيه. حطيت بقى الرز، وهرجع ازود بقى تاني بقى ايه زيت، هزود توابل،
اي حاجه ناقصه بقى هزودها، احط قرن فلفل. وبصراحه كان الفلفل بارد، قلت يبقى ريحه كده، عشان احنا بنحبش يعني، عندي حمدي جوزي ما بيحبش الحاجه الحاميه. وهوريكم دلوقتي هو حمدي جوزي عمل فيه ايه في الاخر، بس خليكم معايا وانتوا هتشوفوا. حسيت ان ال الخلطه عايزه حبه صلصه، فكانت عاينه بصراحه حبه في الطبق ورايا هما، فحطيت حبه وقلبتهم بقى عشان حسيت انها كانت عايزه صلصه تاني. احب انشف بقى الرز على الولع، علشان ايه؟ يبقاش فيه ميه فيه، وانا بحشي يبقاش فيه ميه في ايدي تفضل نازله كده، لان انا بصراحه مش بحب الحته دي، يعني انا الاقي حد بيحشي ولاقي ميه بتصرصر من ايده كده، لان لو قلبت على البارد بيبقى فيه ميه برضو في التسبيكه، فلازم اشوحه وانشفه حلو على الولعه. وانا ابتديت بقى احشي، قعدت بقى حشيت شويه، وبعدين ايه، البنات بصراحه ساعدوني، لان بجد انا حسيت ان انا اتاخرت وانا بعمل الخضره كده. كان العصر بيأذن، فالعصر بيأذن على 3:30. لو كنت قعدت حشيت لوحدي كنت هعوق بصراحه. البنات كانوا قاعدين بقى بيتكلموا معايا، وبعدين بقى قلت لها يا روضة اقفلي بقى وتعالوا ساعدوني. صلوا على النبي يا جماعة، وحدوا الله وقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. كنت أنا هنا خلصت. كانت التيسير بتحشي في الطبق وبتدينا رص عليه. هنا بقى عملت حبة ورق الخاص دول علشان حمدي، فأنا بحط ايه الرق الأخير كده، ايه روح عاملاه ورق خاص عشان حمدي ملوش تقل على المحشي وكده. ولو كنت طبخت أي حاجة جنبه بصراحة كان الأكل هيترمي وما كانش هيتاكل، فكان حرام يعني. كنت في الايام العاديه بعمل سبانخ جنبه، اي حاجه جنب المحشي، عشان ايه؟ يبقى في حاجه هو بيحب يغمس عيش وكده. هنا خلصت. انا بصراحه يا جماعه زعلانه قوي، لاني حمدي جوزي بصراحه زعل. ان انا هتشوفوا في اخر الفيديو، هتشوفوا في اخر الفيديو. انا والله بمنتج لكم الفيديو دوت وانا زعلانه والله، لاني اول يوم في رمضان ويحصل موقف يعني. الحمد لله عدى على خير، الحمد لله. المحشي والله كان جميل وزي العسل. هنا بقى ابتديت اعمل البرتقان. كنت مطلعه كيسين برضو، الكيسين طلعوا كتار برضو. يعني ايه الواحد قلت لا يكون إيه عطش وكده، بس الحمد لله والله كان اليوم جميل، ولا جوع ولا عطش، الحمد لله يا رب. ربنا يعديه على خير يا رب، ويعود علينا وعليكم اليوم بخير يا رب. صلوا على النبي يا جماعة وزيدوا النبي صلاة، وحدوا الله وقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا بعمل البرتقان، وبعدين أصفيه مع الجزر، وبعدين بحط له حاجة كده ايه بتخلي طعمه حلو بصراحة. هوريكم دلوقتي أنا بحط له ايه، بتخلي طعم البرتقان جميل. عملتهم معاكم بصراحة ربنا شفشقين كبار، واحد ازاز واحد بلاستيك. اللي وصل معانا لحد هنا يا جماعة يحط لنا اللايك. روضة بقى حبت تاخد لكم اللقطة دي. على طول بتحب تعمل كده في المحشي، تاخد اللقطة دي. انا بقول لها بصي على المحشي، لقيته بيتكتك، قالت لي طب بصي، قلت لها صوري. هنا بقى بحط التانك برتقان. تانك برتقان بيخلي العصير ده في حتة تانية بصراحة، مع اني حاطه له جزر، بس جبت كيس تانك برتقان وقسمته على الشفشقين. بصراحة ربنا بيخليه جميل، بقينا نشرب منه والله ما شبعنا منه من حلاوته بصراحة. ولسه في التلاجة تاني برضو مخلل بقى. كنت هعمل لسان عصفور،
بس حمدي جوزي ضرب لنا كرسي في الكلوب زي ما بيقولوا، ودخل عليا لقاني بزود المحشي، اتخانق معايا وانتي بتاكلي، بس هو ماليش تقول عن المحشي وكده. بقول له انا عملت لك ورق خاص، قال لي لا انا مش هاكل. فزعلت قوي، زعلت قوي بصراحه، لان اول يوم ويزعق عشان خاطر المحشي، فخلانا عملنا له مكرونه. والله ما كلها، كل معلقتين وكل منابه وخلاص على كده. حتى بقول للبت خدي، شوف بكلمها وانا زعلانه ازاي، خدي عشان ابوك يزعق. يلا الحمد لله عدى على خير. متنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. دي سفرتنا يوم اول يوم رمضان يا جماعه. كل سنه وانتم طيبين، ويعود علينا وعليكم